اهلا بيكي في قناه انا وطفلي. النهارده هنتكلم عن واحده من اهم مراحل نمو الطفل واللي بتسبب قلق كبير لكل ام، وهي مرحله التسنين. واول حاجه لازم نعرفها هي امتى بالظبط بيبدا التسنين. في الغالب الطفل بيبدا يسنن من 4 ل 7 شهور، لكن في اطفال ممكن يتاخروا لحد سنه كامله، وده طبيعي جدا. كل طفل بيختلف عن التاني. طيب نعرف ازاي ان الطفل بيبدا يسنن؟ في علامات واضحه بتظهر الكلام ده كله. زي ايه مثلا؟ زياده افراز اللعاب وحكه في اللثه بتاعته، وطبعا الطفل بيعض اي حاجه حواليه. في علامات تانية بتوضح ان الطفل بيبدأ يسنن، وهي العصبية والبكاء بدون سبب واضح. وكمان ممكن درجة الحرارة ترتفع عنده، بس مش لازم. طب ايه هي ترتيب الاسنان اللي بتطلع الاول؟ في العادة بتطلع ثانيتين في الفك السفلي اللي قدام، وبعدها الاماميتين العلويتين، وبيكمل باقي الاسنان بشكل تدريجي لحد ما الطفل يتم 3 سنين وبيكون عنده حوالي 20 سنة لبنية. طب ازاي اساعد الطفل في المرحلة دي؟ استخدمي عضادة نظيفة وباردة هتساعده يهدى. امسحي لثته بشاش مبلل او فوطه ناعمه. حاولي تهتمي اكتر بالحب والاحتواء، لان الطفل بيبقى متوتر ومش فاهم ايه اللي بيحصل له. وطبعا مهم تعرفي ان التسنين ما بيسببش اسهال شديد او اي حراره عاليه. لو حصل كده لازم طبعا تستشيري الطبيب فورا. وفي النهايه التسنين مرحله صعبه شويه بس بتعدي، وبدعمك وحبك لطفلك هيعديها بامان. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه علشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديده عن نمو الطفل ورعايته.